قادات راسها وتبوكسات، وماشي هي اللي حلات ليه الباب، امها هي اللي حلات. سمعت حسو في الصالون كيهضر مع امها واختها الصغيره. خرجت لابسه بيجامه بسروالها وتيشيرت، دخلت كتضحك عنده حتى هو هز عينو كيشوف فيها ويضحك، كيطلعها ويهبطها. سلمات عليه بالوجه وجلست في القنت حداه. امها كتهضر معاه وتسول على العائله وهي كتشوف ليه في حجره. بغات تقبب بعينيها، بقات كتحنزز. هو لابس جين زرق ومفرق رجليه، هي تشوف والو. حسات بيه عاقبها وهي تقلبها تفرنيسه وقالت: سلوى لاباس عليها؟ ضحك بطريقه كتبين انه عاق بها وقال: لاباس عليها، انت لاباس؟ الحمد لله. ناضت امها مشات وجرات بنتها الصغيره، خلاتهم بجوج وبقات هبه كتدور في عينيها. كحس عندها وتكى على ظهره مرخي كيهضر معاها وقال: مالكي شتك ماشي تلهي؟ لا لا عادي بالعكس. ابتسم وقال: من نهار هضرنا على داكشي وانتي مبدله. فين تبدلت؟ انا باقا كما انا، علاش غنتبدل؟ غير شوفي وكان الشك ماشي هي هاديك. دورات وجهها شاده في جبهتها وقالت: وناري مالك شديتي في هاد الهضره دابا؟ واش انا قلت لك شي حاجه؟ وانا جيتيني في شي شكل هبه؟ وعادي، غير انت بغيتي تخرج مني شي حاجه في شكل. قلت لك عادي، صافي عادي. عض على شفايفه وكيشوف فيها بنص عين، باغي يضحك اما هي بانت عليها العصبيه وحمر وجهها، بغات غير تلف. ناضت عند امها الكوزينه وجدات معاها الغدا وحطو. فين ما تجلس كتمشي عينها الحجر حتى كيحصلها وكتقلب وجهها. كتشتت النظر، بقات هكاك حتى ودعات ومشى. قرب عقل القيران وهيبه راسها ضارها من ديك الناحيه. عمرها تخيلات راسها غدا تطيح في موقف بحال هذا، موقف ما تمناش لعدوك. وصل نهار عقد القيران، وجدات راسها ولبسات جلابتها ودارت زيفها على راسها. نزلت هي وباها لتحت، ركبات معاه اللور. كان معاه باه وخوه غادي صايقو كيهز عينو ضاحك يشوف فيها في المرايه. اما هي غاديه وكتخمم: هاد الوهم هذا اش هاد السعادة عندها يا ربي؟ حتى في زواجها ضروري ما تكون شي حاجه واقفه لها عائق. مشكل عويص، لكن وقفتو معاها كرجل شفعات ليه، وكما تقبلها بعيبها خاصها تقبلو بعيبه. سلمت امرها لله وطلعوا عند العدول. جلسوا مقابلين مع بعضياتهم على الكرسي، ما هزاتش فيه العين، اما هو كيشوف فين ما عجبو ويضحك. باين عليها التوبيشه والاحباط في وجهها. ما سولها العدول لا على شروط لهم يحزنوا، وما داروش شروط بيناتهم. فقط سولها على صداقها وعطاها ياسين 5 المليون. خلى فمها محلول مشرد، هي وباه وخوه ما قالوا والو، غير جالسين كيشوفوا بعينيهم. شدات صداقها حشمانه وما توقعاتش كاع، وحطاتو على حجرها. وقع ياسين كيضحك ووقعت هي كترعد من الصدمه ديال الصداق. ناضت مزوجه على سلامتها، عطات صداقها لباها وهي حاضره راسها. خرجوا قدامهم وهي وياسين اللور. ما هزتش الراس وكل شويه تهبط عليها الشال. دار يدو على كتفها وقال: ما ندمتيش؟ خنزرات فيه معصبه من الاسئله ديالو. علاش غندم؟ ما فهمتش علاش كتقول هكا؟ زعما كنتي تفكري مزيان قبل ما تسيني؟ صافا ياسين عافاك، بدل الموضوع، راه عيقتي والله. قلب وجهه كيضحك ورجعت لفت قال: ايوا مبروك عليك. ابتسمات لي حشمان: الله يبارك فيك. طلعوا للطوموبيل، رجعوا للدار هي وباها. تفارقوا مع ياسين وعائلته على اساس يجيو العشاء ديال ضريب الصداق في الليل. غير دخلت لقاتها مهبطه زغريته، سمعتها الجيران كاملين، وعرض باها على الرجال وداروا صداقه بالليل حضر فيها ياسين وباه وخوه. والغد ليه دارت امها الغدا للعيالات، جمعت الجيران اللي عرفات وخبرات عمها ومرتو اختها اللي حداها. تصدموا من الخبر، ما عرفوا فوقاش ولا كيفاش ولا شكون ولا امتى تخطبات هاد البنت وامتى دارت العقد. الحاصل اللي عطا الله عطاه. خوات الدار عيط ليها في التليفون، خرجت عنده فرحانه من بعد الحفله اللي داروا للعيالات. طلعت ركبت حداه ومشى بها حدا البحر وجلس. تلفت عندها وقال: هضرت معايا سلوى على العرس، واش باغا العرس اللي بغيتي؟ لا، واش انتي باغا العرس؟ انا هانيه نديرو الا بغيتي، كاع صحابي داروه. جاوبته حشمانه: ما عرفتش، بغيتي نديرو عرس صغير ولا كبير ولا شنو؟ انا خايفه غير من القضيه ديال الطلاق يعرفوها، ما باغيش نفكر في داكشي، واللي دارها الله هي اللي غتكون. دابا واش غنعرسو ولا لا؟ نعرسو بشرط. شنو هو؟ ما غنبقاش نتسنى حتى يسالي العرس، راكي عارفه علاش كنهضر.
الوالد غيمشي اليوم وغنهضر معاه على العرس قبل ما يمشي، لكن في العشيه غنرجع عندك تمشي معايا. فين؟ الاوتيل فين جالس. واخا. باسها في راسها وديما الطوموبيل رجعها للدار ومشى بحالو. غير دخلات سمعت خالتها ومرات عمها كيعاتبوا امها على التخبيه اللي خبات عليها. دازت ما مسوقاش ليهم، هزات بصدامها وخرجت شدات الطاكسي، مشات شرات المستلزمات اللي غيخصوها، خدات اي حاجه غدا تحتاجها ودارت بالحاله. داز عندها ياسين، داها مشاو كيدورو وتعشاو وطلعوا للوطيل. وهنا كانت المفاجاه. ديك الهضره كامله اللي قال ليها ما منها والو، وانما غير اختبرها وكان شاد فيها، غيشوف واش غادا تكمل معاه الطريق ولا لا. دوزات معاه سيمانه، واليوم قال لها غادي يمشي للناظور يتفاهم مع والديه على قبل العرس. بدات هي كتخرج تشوف القاعه وتشوف النقافات وتسرح عينيها تشوف شنو كاين في السوق. بدات تخيط الحوايج وتشري في الدهاز وتوجد. اتصل بها وتفاهموا على النهار ديال العرس، اي من دابا ل3 شهور. وفي ديك السيمانه اللي كتخيط فيها جاها اتصال من عند سلوى. جاوبتها بصوت مخلوع وقالت: الو هبه. الو مالك شنو كاين؟ صداع نايض عندنا في الدار. ياسين قال لبابا راه انتي مطلقه. ضربات حناكه. اويلي وعلاش قالها ليهم؟ كان يقولها ليهم حتى يدوز العرس. لا هبه بالعكس، حسن يعرفوا دابا، حسن ما يعرفوها نهار العرس من عند شي واحد في عائلتك وينو تصدع وسط العرس. وشنو دابا؟ ما عرفتش، بابا بغى يطيح الروح. قال لي ضحكتي عليا وعلاش ما قلتيهاش ليا؟ قال لي ياسين ما كنتيش غادي تقبل وانا حر ندير في راسي اللي بغيت. ماما سخفات. المهم واحد الحاله وبابا دابا تعصب والموضوع كبير. وقال لي ما انت ولدي ما نباك، دابا راه خرج ياسين وحلف على هاد الدار عمرو يحط فيها رجله. ما بغيناش هادشي يوقع هبه، كون قلتوها من الاول ماشي حتى لدابا. ماشي انا اختي سلوى، هو اللي بغى وهو اللي كيسير كلشي. انا ما كنقدم ما كنوخر وخايفه من المشاكل والله ما قادره عليهم وما بغيت هادشي يوقع. يا ربي سيدي شنو هادشي كان غيوقع وانا قلتها ليه، قلت ليه راه ما غيبغيش وبابا حنا كاملين عارفينه راه ماشي ساهل. والا قال الهضره صافي قالها ما كيرجعش فيها. وياسين خاف ينوض هاد الصداع نهار العرس. غلطتو، كان عليكم من الاول تصارحوهم. حتى انا خفت نقول لهم راه كنت عارفه ويتقلب عليا بابا شي قلبه. ودابا شنو المعمول؟ غنطلق للمره الثانيه بينك وبين ياسين. اما الخصومه اللي ناضت بين بابا وياسين ما يحسبش ليا غدا تكبر. هز بابا الزويجه عامره على ياسين وبغى يتيري فيه، قال لي خرج ليا من داري. خرجوه غير الدراري ديال العائله من الدار. طاحت هبه كتبكي وكتندب على ما وقع. اش في جهدها ما دير؟ عيات تعيط على ياسين حتى شحفات والو ما كيجاوبش. وكل شويه تعيط لسلوى وتسول عليه، كتلقاها هي براسها كتصوني ليه. ترونات حتى باها وامها معاها. كلشي تلف كلشي داخل في الاخر كلشي شد الارض. داير يدو على خدو كيخمم بوحدو. داز عندهم النهار كحل زعل. باها غادي جاي في الدار مهموم وامها كتبكي معاها على هاد السعد المعوج. تعاشات العشيه والتليفون مازال في يدها كتصوني بيه وتعاود. شويه صونا ليها وقفات باللهفه جاوبت: الو. جاوبتها سعاد بالغوات: صافي هادشي اللي بغيتي؟ خرجتي على الدري وشتتي العائله؟ وصلتي شنو بغيتي؟ اختي ملي مطلقه شوفي لك مطلق بحالك وبعدي من الدري عزري خليه يشوف حياته. خرجتي عليه وعلينا، الله ياخذ فيك الحق. الله ياخذ فيك الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي ربوك. طيرات لها امها التليفون حيت هي بدات عاطيها غير اللبكه. خلعاتهم وصوت سعاد كيتسمع مجهد: حسبي الله ونعم الوكيل فيك انتي، ما عندنا لالا كدعي فينا. اش درنا لك وفاش قصناك ولا مسيناك؟ السيد بغى البنت جا خطبها عطيناها ليه، ما خبينا عليه لا واش مزوجه ولا مطلقه، وهو بغاها. وسيري بعدا ربي يصل القوطه ديال بنتك عاد جاوبيني. ضحكات عليه وكلات ليه رزقه وجالسه عنده في الدار بالشهوره. واش ما كتسوليهاش فين بيتها؟ باز انتي انتي. ها العار فرقونا عليكم، ها العار بعدوا منا. قطعات عليهم سعاد وخلاتهم ساكتين. لا الاب هضر ولا الام هضرات ولا هبه هضرات. الهضره كثيره والسكات خير. اللسان اللي يهضر تقال وتلوى وتربط بين السنان. جلسات الام في الارض متكيه على الحيط كتبكي وشاده راسها. اشنو يا سيدي ربي، اشنو درنا واش من ذنب هذا اللي كيتصرف فينا؟ نقز الاب قال له: لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. شافت فيه الام كتنفض وكتبكي بالفقصه. واش حرام علينا نفرحوا احمد؟ واش حرام؟
واش هاد البنت كتنوض من حفرة كطيح في زوبيا، تنوض من زوبيا طيح في بير؟ اشنو هادشي كيوقع لينا؟ واش هاد النهار الابيض اللي ما بغى يطلع وكلت الله على اللي كان حيلة وسباب، وكلت عليه الله ياخد فيه الحق، هو سبب هادشي من النهار الاول. البكا مور الميت خسارة. واش تبكي يا لالا؟ نوضي شوفي بنتك اللي ضربات يديها في الكوزينة والدم سايح كيشرشر. داك الشي نيت اللي وقع. الام اللي شافت بنتها غبرات من حداها ناضت كتشوف فين هي حتى لقاتها طايحة في الكوزينة مقطعة عروق يديها، ولكن باقا حالة عينيها كتشوف فيهم وتبكي. الرجلين اللي هزوها ما بقاوش، ولحسن الحظ هبة قوشية اي حاجة كديرها باليسرية، وحتى الموس هزاتو باليسرية وضربات اليد اليمنى. بالخلعة بدات امها تغوت وباه يترعد في بلاصتو، شد راسو مسكين وكيقول يما يما يما. هزوها كيجريو، اختها كتغوت وتبكي وتلصق فيها وتعيط غير هيبة. نزلها باها كيجري وامها حازمه ليها يدها، ومشاو معاهم الجيران اللي قدامهم، الولد اللي كانت عينو عليها. داوها للسبيطار، دخلوها كيجريو، خيطوا ليها اليد وداروا ليها الاكسجين، وخلاوها مع والديها والجيران دايرين بها، كل واحد وفين واقف هاز همو بوحدو. اما هي شربوها الدواء ونعسات حتى كتفيق على الهضره بالجهد مع الفجر. حلت عينيها لقات البيت خاوي، ناضت جلسات كتسمع صوت باها وصوت امها وصوت ياسين برا كيتغاوتوا بشويه. بغات تنوض لكن دخل عليها ياسين كيجري، وجهه صفر ويديه كيترعد. بالخلعه كيشوف فيها ويشوف في راسها ويديها ورجليها شنو واقع لها. عنقها بالجهد وخشاها في صدر قدامها وباها وهي كتبكي. علاش هبه؟ علاش باغا تنتحري؟ علاش باغا تموتي؟ حتى حاجه ما تستاهل، حتى حاجه، وغادي نبقاو بجوج وما تفرقني معاك غير الموت. حاطه حنكها على صدرو كتبكي فشلانه، ما عرفات امها ولا باها ما يديروا لها. شبعات بكا وحطها ياسين تكاها ترتاح وجلس حداها شاد راسو حتى واحد ما هضر، وماشي بلاصه الهضره. بقاو فايقين حتى صباح الحال. ناضت خرجت على رجليها بالبيجامه اللي جات بها مطليه دم، ساترها غير الشال مليوح عليها، شادها فمها وكتشوف له. طلعت مع باها وتكات على كتف امها اللور، مشاو وتبعهم ياسين من اللور. رجعوا للدار وتكات على السداري كتصنت لحدامها، ما قادراش تحرك يدها. قابلات امها وباها مع ياسين وجلسوا يصفيو الواد المخلوط اللي بيناتهم. شاف فيه باها وقال: شوف ولدي، نهار قلتي لي خلي القضيه ديال الطلاق بيناتنا قلت ما فيها باس، المهم انت المعني بالامر راك عارف اللي كاين، ولكن باش يبداو خوتك يعيطوا يعايرونا راه ما نقبلوهاش. حنا ناس دراوش، ما خاصنا صداع وما قادين على مشاكل، بركه ما داز علينا. نقزت امها قالت ليه: الا ما بغاوش والديك احنا ما غاديش نبزو عليك، ولكن ما بغيناش نشوفوا بنتنا كتضيع قدامنا. تلفت عند هبه وقال كيشوف فيهم وفيها: هي عندها الغرض بيا انا ماشي شي حد اخر، انا اللي راجلها وبيا مزوجه وعائلتي مني ليهم، واللي عيط ليك غادي نتفاهم معاهم. صافي سالينا، والديا ما بغاوش ولكن انا باغي، راه ما يمكنش نجيو حتى لهنا ونضربوا كلشي في الزيرو. هي عارفاني علاش كنهضر، ودوزنا ما اكثر من هاد الروينه وغادي ندوزو حتى هادي. نقز باها قال لي: ما بغيناش يسخطوا عليك والديك، عارفينك باغيها وما كاينش اللي حيدها لك، ولكن واش عارفه ولدي السخط الوالدين راه السخط هذا، وعما ربي يسر لكم ولا يسهل عليكم. الوالدين هادو ياسين اولدي، ومازال توقف على كلامي، ومازال يعطيك الله الدراري وتعرف اش كنقول. خليني مني الوالديه غادي يقبلوا مع الوقت. حنا دابا صافي تزوجنا، اللي بغى يتقبلها يتقبلها، واللي ما بغاش يتقبلها ما عندنا ما نديرو ليه. مرتي غنديها معايا، والعرس اللي بغاتو غنديرو ليها، اللي بغى يحضر يحضر واللي ما بغاش الله يعاونه. جاوبات هبه بصوت ثقيل: ما خاصني عرس وما بغيتوش. علاش ما بغيتيش؟ غديري العرس وغتعرضي عائلتك، فين كاين المشكل؟ ما بغيتش ياسين بلا ما تضغط عليا. دورات وجهها للحيط وكتبكي في صمت وكتسمعهم كيهضروا الهضره والمشاكل. ما بغاتش تسالي، وهو تليفونه ما كيسكتش، وكل شويه يخرج لبرا يهضر ويرجع معصب. دوز العشيه معاهم وما مشى حتى جمع لها حوايجها ومشات معاه. اعترض باها في الاول، لكن فاش شافها هي قررت تسكت. لغات فكره العرس حاليا حتى تهدأ الاوضاع ويشوفوا شنو غيديروا. مشات هبه مع ياسين، وجهها عيا وتعب والدموع نشفوا في عينيها. وصلها لدارها ودخلت كتشوف ديك الدار ضبابه كحله، تقبط ليها القلب عكس المرات اللي فاتوا.
مرتاحتش وبزاتها على راسها، حسات براسها غير مرغوب فيها، وديك الدار ماشي ديالها، وزواجها بياسين بلا رضا الوالدين باطل. دوشات وارتاحت ومشى جاب العشاء من برا تعشاو، وفي عز المشاكل والظروف اللي كيمروا منها جمعهم بيت واحد. نعسو ما فاقو تتوسط النهار، الهم والغم وكل شوية الدور كتنهد، وحتى ياسين هاز هم الدنيا والدنيا. كتشوفو كل شوية داخل البيت نعاس يهضر في التليفون ويسد عليه، وشي مرات كيبدا يغوت بالجهد، ما تفهمش اش كيقول، لان كلامو بالريفية. اللي عارفه هو انه كيهضر مع خوتو ولا مع عمو ولا شي حد من عائلته. الجو متوتر وكل شويه كتقول غتجي اختو تدق عليه، لكن اللي دق عليها في ديك السيمانه اللي دوزات مع ياسين حد اخر. سمعت الدقان ومشات طلات من العوينه، لقات سعاد اختو وامو مرخره. رجعت باللور مفعفعه، مشات كتجري التليفون عيطات ليه: الو ياسين، ماماك جات هي واختك ومعاهم مرا اخرى ما عرفتش شكون، راهم في الباب، واش نحل؟ بصوت سريع: حلي عليهم راني جاي، راني في الطريق. واخا. حطات لاباري ومشات كتجري، لبسات بينوار طويل وسداتو بالحزام ومشات كتجري كتجمع في شعرها. حلات عليهم الباب وقلبها كيضرب. خنزرات فيها سعاد ودخلت، اما مو ما هزاتش فيها العين هي وديك المرا. دخلوا لداخل جلسوا، سدات الباب، ما هضراتش وحتى السلام ما قالتهاش. يلا بغات تمشي وهي تعيط ليها امو. هبه تلفتات وهي تكمل سعاد وقالت: اجي جلسي، بغات تهضر معاك. حركت هبه راسها بالاجابه وجلسات قدامهم مربع يديها. امو ما كتعرفش العربيه ومرا كبيره باين عليها الواقع، كتهضر ريفيه، وسعاد اللي كتشرح لها شنو قالت. سعاد قالت ليك راه الولد تعادى مع باه، وراه باه هز عليه الجويجه بغى يضربو. الا كان ياسين عزيز عليك وكتبغي ليه الخير بعدي منه وخليه، ما تقطعيش العلاقه بينه وبين باه. باه ساخط عليه وحتى هي ما ترضاش عليه، وهالعار خلينا نعيشو مرتاحين كيف كنا، واللي بغيتيها نعطيوها لك. هبطت هبه وجهها كتبكي وكتنخصص، وبصوت متقطع وفمها مرعود قالت: انت يا خالتي راك ما عارفه والو، راه اللي بيني وبين ياسين كبر من هادشي اللي كتقولي. انا ماشي بنت الزنقه وحتى حاجه ما اختاريتها بيدي، ونقدر نعاود ليك كاع شنو وقع ليا، ولكن ياسين ما بغاش نقول والو، هو اللي غادي يشرح لك. انا ما طامعه فيه، ما غناكل ليه رزقه، وما بغيتش نشتت الشمل بيناتكم، وما نقدرش نسمح في ياسين واخا يتحط السيف على عنقي. الا هو بغى يخليني من حقه، ولكن باش نخليه انا ما نقدرش. ماشي بنت الحرام نسمح فيه وهو دار على قبلي شحال من حاجه. تنهدات امو فهمات شنو قالت لها هبه، وشي حوايج ما فهماتهم شرحاتهم لها سعاد. تكلمات وقالت: شوف يا اختي، راه حرام عليك هادشي اللي كديري. باه مرض وفيه الطونسيون مو فيها السكر. باه راه واقفه ليه في الحلق وبغى يتسطى، بغى يقتلوه ولا يقتل راسو، مرضاش يكذب عليه ويجيبو يخطبك. هو ما عكش وقبل تكوني وحده منا، ولكن باش تضحكوا عليه راه عمركم تفرحوا، والسخط وراكم، والا ما خرج فيكم يخرج في ولادكم. بعد انتي وحنا نجروه يتصالح مع باه، راه مرضنا كامل وحياتنا تقلبات. راه خويا ما نبغيش يوقع عليه اللي وقع مع با. سكتات هبه كتبكي مهبطه راسها. شويه تحل عليهم الباب بالجهد ودخل عليهم ياسين كيشوف فيهم ويستفسر شنو واقع. لقى مو كتبكي وهبه حتى هي. سول بالريفيه وجاوباتهم. هبه وسط منهم ما فاهمه والو، غير كتشوف. جلس حداهم وبقات امو كتهضر وتبكي، واختو حتى هي، وهبه ساكته غير كتشوف. هبط ياسين راسو بانكسار وكيشوف في الارض. شويه هز راسو قال لهم شي كلمه، وبدات امو كتهضر بالجهد معصبه والدراع. فهمات هبه من كلامها غير السخط. امو تعصبات وهبه لصقات الدور، تخلعات، طاح لها السكر وجاتها السخفه، بدات تلهت وخرجوا عينيها وبدات كترعد كامله. تخلع ياسين وناض كيتفتف عندها كيدور بها. شافت هبه الخلعه في عينيه، وهنا وقفات لها سعاد معصبه وقالت: قتليها وشوفي واش باقي يشوف فيك. حطات هبه يدها على فمها كتبكي. اما ياسين تدرك ما عرف ما يدير، هز مو مخلوع داها للكلينيك، وبقات غير هبه في الدار جالسه بوحدها. شويه سمعت الدقان، مشات حلات، لقات خوه. حلات كتشوف فيه باستفسار، وحتى هو ما عارف باش يهضر معاه. ياسين كيدير لها اشارات باللي كيعيط ليه ما كيجاوش، وكيسول واش كاين. حركت راسها بالنفي، ما عطاتو خبار، ما خدات منه خبار. مشى هبط ورجعت هي بحالها. فهمت ان عائلته كامله طلعت وكامله دايرين به.
طلعت من الشرجة متأكدة لقات 2 دراري قد ياسين كبار وصحاح لتحت مع خوه كيتسناو. واحد فيهم غادي يجي كيهضر في التليفون بالجهد معصب وبالريفية. في الاخر طلعوا الطوموبيل مشاو. زادت تأكدت انهم يد وحده وواقفين وقفه وحده وحالفين حتى يرجعوه ويفرقوها عليه. هبه في خطر وكتحس براسها في خطر، مو من جهه وخوتو من جهه وعائلته كامله معاه بلا عجز. طلعوا حتى الكازا. الشمل يبقى ملموم وخا طيح عليها الروح. المهم الولد وباه يتصالحوا وخا يكلفهم داكشي الثمن غالي. جلسات مشات ساهيه كتخمم. البليه اللي كتنسيها مشات طارت من البال مع كثرة الهموم والضغط والانفجارات. كتشوف راسها كتضيع للمرة الثانية. كيفاش غدير إلى ياسين سمح فيها؟ ولكن واش غيديها النعاس وترتاح وهي عارفة أنها السبب في تشتيت شملو وسخط والدي عليه؟ المشكل كبر بزاف. ما بقاتش مسألة مطلقة وصافي، ولكن مسألة كذبة ولعبة دارها ياسين باش يقبلوا ليه. وهنا تشدد. علاش يخبي عليهم وعلاش يضحك عليهم؟ في نظرهم هي اللي مسيره ودايره فيه ما بغا. والشاهد كاين هي اختو. يعلم الله شنو قالت لهم حتى زادوا جهلوا. كيبقى خوها وما تبغيش ليه السخط من عند باه. الحاصل هبه هي اللي مشات بين رجلين. طاروا ونزلوا وغرقوا في المشاكل حتى الودنين. ولكن في الاخير كيبقى سخط الوالدين مسألة لا يستهان بها، وحتى واحد ما يقدر على سخط الوالدين وغضب الوالدين. واللي بغى يربح يقلب على رضا الوالدين. 3 شهور ديال الحرب والمشاكل من نهار جلسات معاه في ديك الدار وهي مريضة. وهو ما مرتاحش وامه كل مرة تطيح ويعيطوا ليه يمشي حتى الناظور عندها. وفعلا كانت كطيح. باه مرض وما بقاش يقرا عليه السلام. وحرام عليه يتعتب باب دارو كيشوف امه في السبيطار ويرجع بحاله. صافي كلمه وحده ما قابلينش على داك الزواج. هي ما قابلينش. كلشي بغى يصلح بينه وبين باه. قهروه بالتليفونات. واخر مشاها للناظور رجع صفر عند هبه. استقبلته هي حاسه ان شي حاجه ماشي هي هذيك. كانت كتسناه غير امتى يقولها، حيت عارفه شحال ما طولوا غادي يجي النهار ويتفارقوا. بلا مقدمات ولا مؤخرات دخلوا جلس في طرف الفوتوي. جلسات حداه مهبطه راسها في الارض ومريضه. عارفه باش مريضه وساكته حاسه براسها ومخبيه. هضر بصعوبه وقال ما قادرش يشوف فيها. هبه جمعي حوايجك نديك لداركم. حركات راسها ببروده ما بكات ما ندبات، حيت اللي في داك الموقف خاصو يكون مستعد وهي عارفه هادشي. كانت حاسه انها غادي توصل ليه. جمعات هبه حوايجها وهزهم دارهم لها في الطوموبيل. ما هضراتش وما هضرش. شدوا الطريق للرباط. نزل هبط لها لي فاليز ديالها. ما طلعش معاها للدار ولكن دمعوا عينيه وعنقها بقوه في وسط شانطي. بكات وبقات واقفه كتشهق باس راسها ويديها وتلفت جهه الطوموبيل. ما عاودش دار موراه. تبعت ليه العين والدموع في عينيها. كتشوف الطوموبيل غاديه وعمرها غادي تولي. مشى ياسين. مشى الضو اللي كان مضوي حياتها. مشى وخلاها واقفه في بلاصتها. لكن عارفه انه شحال ما بعد غادي يرجع. وخا يتجمعوا عليها بشر الكره الارضيه كامله ويفرقوهم ما يقدر حتى واحد مادام الله كبير وكاين وموجود. عيطات لباها في الانترفون هبط كيجري. لقاها بالباليزه ديالها ما فهم والو. سولها اش كاين لكن بقات ساكته. طلعت للدار ودخلت سلمات على امها عادي وجلسات امها مقابله معها وقالت مالك رجعتي اش واقع؟ انا وياسين صافي سالينا غادي نطلق ماما. ضربات امها في خادها وبقات كتولول. فضيحه جديده وسط العائله. ولكن هادشي اللي مكتاب. ما بغات لا تهضر ولا تقول شي كلمه. حطات راسها فوق المخده وغير بينها وبين نفسها كتهضر. كان يحسب لها الا وصلت الفراق غادي توقع عليها شي حاجه. ولكن العجب واش كثرة السيار كتفوري وترخي الحبل هادشي اللي وقع معاها ولا شي حاجه اخرى اللي مازال ما متاكداش منها. صباح الحال ونهار جديد. صبحات لابسه جلابه وغاديه للفارماسيان تحيد الشك. مشات خدات التيست ديال الحمل ورجعت بحالها للطواليت شرباتو. وداكشي اللي كانت حاسه بيه مصبرها على فراق ياسين هو اللي كاين. طلعت حامله. فرحات من واحد الناحيه. واخا الفرق كاين شي حاجه ما تجمعهم بجوج تخليه تشوفه ويشوفها على الاقل. واخا يمشي فيما مشى غيرجع يشوف شنو خلى عندها. ها هو حبل متين جمعهم. سترات هبه الحمل ولا حد تيست وسكتات ما قالتها لحد. مشات دوزات وشرات الدواء ولكن امها حصلاتو عندها وشداتها. عصراتها حتى قالت لها هبه شنو كاين وحلفاتها ما تقول والو حتى تدوز الجلسه الاخرى.
ستر وما ستر الله. وصلت هبة المحكمة، تقابلت هي وياسين، حالته هو كتار من حالتها، باين عليه مريض وماشي حتى لهي، عينين فيهم عيا كبير ووجهه عيان، وحتى هي تبهدلات وبهدلوها المشاكل، لكن عندها عكاز متكي عليه واللي هو الحمل ديالها. طلقات هبة للمرة الثانية، والطلاق اللي رمى عليها ياسين طيحها على ركابها قدام القاضي بلا ما تشعر. سالت الجلسة وخرجوها من تما كتبكي وترعد، وكتشوف فيه غادي عاطيها بالظهر، ما بغاش يدور عندها. كان حاضر باه حتى هو، وحتى لعندو مشات هبة وقفات وقالت كتشهق: الله ياخذ الحق، الله ياخذ فيكم الحق، ولكن بلاتي دابا تندموا غير بلاتي. ما جاوبها حتى واحد فيهم، جرها باها وامها داوها فشلانه للدار. خدات تعويض وعوضها ياسين، صح ما يتمكن، لكن بينه وبين باها دوزات هبة أكفس أيام حياتها، ما حيلتها لهضرة بنادم ولا الهضرة ديال العائلة ولا اللحم ولا المشاكل ديال الطلاق. لقات امها بجنبها، وقفات معاها هي وباها. هاد المرة داروا ما في جهدهم باش يحافظوا عليها واخا المشاكل اللي عايشينها، وإلا حسوا براحة نسبيا. تفكوا ما بقى عندهم علاقة بحتى واحد. امها خبرت باها بقضية الحمل، والحمل ولات عنده 4 شهور، والكرش دغيا كبرات وبدات تبان. سولو قالت لي امها باللي عاد عرفوا حتى المور الطلاق، ما قال والو، سكت وما عنده ما يقول اصلا. جلس مع هبه كيقرا عليها شويه ديال القران، تردد سولها وقال: دابا واش غتقولي لياسين شنو كاين ولا لا؟ بلاتي شويه ماشي دابا، غير نبراو عاد قولها ليه، ولكن ما يجي عندنا ما نمشيو عنده. ويلا بنتي نديك للطبيب، راه مشيت وكنشرب الدواء، راه الطبيبه قالت لي كملي 4 شهور عاد نوضي. اي والله يشافيك، والله يدير لينا تاويل ديال الخير يا ربي. تكمشات في بيت صغير ما كتخرج منه حتى دارت 4 شهور. برات ليها المعده شويه وبدات الدوخه كتفوت شويه بشويه. ناضت دوشات ليها امها وبدات تعطيها غير الصوبه والخضره مبخه، ومقابلها شنو خصها وشنو ما خصهاش. كان صعيب على هبه داكشي اللي كدوز منه، ولكن كان غيكون صعب كتر كون ما كان لا حمل لا والو. وعاد ديك الساعه غتحس بالفراق ديال ياسين، وعلم الله شنو كان غادي يوقع ليها ديك الساعه. شويه بشويه بدات كتجلس كي الناس وبدات تاكل. كملت الشهر الرابع ودخلت في الخامس، وهنا ناضت دخلت عند باها قبل ما ينعس. قالت ليه: غدا عيط لياسين وقول ليه اللي كاين، وقول ليه ما عرفنا حتى لهنا هنا. ان شاء الله. سيري بنتي تنعسي، سيري ولا ديري شي في بالك. تصبحي على خير. مشات هيبه البيت فين كتنعس، وبيت الليل كامل كتخمم شنو غيوقع غدا، كيفاش غيتقبلها باه ومو وخوتو. هادشي اللي بغاتها هي وصلت ليه، وباش حلفات على باه غادي توفي. صباح الحال وصبحات جالسه على السداري كتشوف باه غادي جاي قدامها كيصوني ويعاود. مالو ما كيشدش والو، ما خدامش، ما يمكنش. جرب من شي نمره اخرى، هبط حتى التيليبوتيك والو. العجب ديك النمره راه ما كيبدلهاش، عنده فيها لابونمون وعاطيها للناس. بلاتي نشوف اختو واش غتجاوب. جبدات تليفونها وشارجاته وبدات كتصوني، لكن والو. شويه هي تفكر وقالت: نسيت، اختو كانت عطاتني النمره ديال هولندا، هي اللي فيها الواتساب، تقدر تكون خدامه. بلاتي طلعت على الواتساب لقات راسها مبلوكيه. ناضت وقفات وقالت: غادي نهبط نعيط من برا، بلوكات نمرتي. هاري نعيطوا ليها من عندي، راه شارجيت واحد 50 درهم. هذيك 50 درهم راه ما تقول لنا حتى الو، وغير جربي والى سالات عاودي شارجي. اعطيني نشوف. اتصلت بالنمره وشدات ليها. بما ان سلوى كتهضر الفرنسي فباها ما عنده كيدير يهضر معاها. تفتح الخط وجاوبات بصوت مرتاح: الو. هبه كتجاوب بحماس: الو سلوى؟ وي شكون معايا؟ انا هبه سلوى. لاباس عليك هبه؟ شوفي قولي لياسين راه هبه حامله، وقولي لي عيط لبابا في هاد النمره. حامله؟ مي ياسين راه في بلجيكا دابا، واش متاكده من راسك حامله؟ وي قولي لي هاد الهضره وصافي، تهلاي في راسك بسلامه. قطعات هبه كترعد غير بوحدها، جلسات تستراح بحال الا هزات جبل. طلبات الماء وجابوه ليها. مجرد اسم ياسين ولا عائلته كيوتروه. ما كاملاش نص ساعه صونا التليفون لباها وقف كيهضر: الو. وعليكم السلام. ايه راه حامله، عندها 4 شهور وزياده. لا عاد عرفنا حتى حنا، كانت مريضه وما كانتش تنوض، قلنا يكمل المشاكل، وديناها للطبيب قال لنا راه حامله. قلت نعلمك وصافي، الله يعاون. لا ما خصنا والو، الحمد لله، قلنا لك اللي كاين وصافي. وعليكم السلام. قطع.
جاوبته بلهفة: ياسين كيسول واش بصح وكيفاش وعلاش ما قلنا ليه والو. هذا اللي كاين. يقولك واش خاصك شي حاجه، قلت ليه والو. وما غيجيش. قال لك كان غيجي حتى شهر 12، دابا شهر 7 ولا 8 يجي. سولني واش باقا النمره هي ولا تبدلات. هادشي اللي كاين. ناضت تقضي حاجه لراسها. اول حاجه دارتها هي طفات التليفون باش ما يهضر معاها وما تهضر معاه. بقى الهضره بينه وبين باها وتبقى هي بعيده عزيزه. كاين اللي غيسمع هاد القصه غادي يقول هذه مأخوذه من شي فيلم او مسلسل، لكن هاد القصه مأخوذه من الواقع. الاحداث ديالها 90% حقيقيه، وحتى الاسماء اغلبهم حقيقي. كنتمنى تكون نال استحسانكم وعندكم فضول تعرفوا اشنو غيوقع مع هبه. في نظركم واش غادا ترجع مع ياسين؟ وياسين واش غادي يرضى عليه باه ولا لا؟ هادشي كامل غادي نشوفوه في الاحداث الجايه. قصتنا قربت تسالي وقربت حبالها تفك. كنتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا اعجاب للفيديو وتخليوا لي التعاليق ديالكم. نتلاقاو غدا ان شاء الله على نفس القناه وفي نفس الموعد. دمتم في رعايه الله وحفظه.